السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. إن شاء الله نحضروا حريشات في المقلاة، يعني حلوين كيجوا رائعين بمقادير سهلة وناجحين من المرة الأولى. نحتاجوا ليهم 3 الكيسان ديال السميدة رقيقة، العبار بالكاس ديال العنبة، نحتاجوا نصف كاس ديال الزيت، معلقة كبيرة ديال العسل اللي كيعطيهم واحد المذاق رائع، القليل من خميرة الخبز، وواحد كيس ديال خميرة الحلويات ما يعادل 8 غرام، وكنديروا معلقة كبيرة ديال سكر سنيدة، ممكن تستغنوا عليها. نحاول نبسبسوا المكونات بيدينا بهذه الطريقة. من بعد يعني كنجمعوا الخليط ديالنا بالماء دافي. يعني بالنسبه للماء احتاجيت يعني كاس ونص. كنحاول اننا نضيفوا الماء تدريجيا حتى تجمع العجين ديالنا. كما كنعرفوا ان السميده كتشرب، يعني كنحاول اننا نضيفوا الماء تدريجيا. بعد ما كنجمعوا العجين ديالنا بهذه الطريقه، هذا هو القوام ديالو. كنخليه يرتاح لمده ربع ساعه. بين ما تشربت لنا السميده، ومن بعد يعني كنشكلوا على شكل كريات بهذه الطريقه. نحاولوا اننا ما نبداو في السميده، وفي نفس الوقت يعني نشعلوا على المقله ديالنا، يعني تكون نار اللي هي مهيله. يعني نحاولوا اننا نشكلوا كريات اللي تكون صغيره. من بعد اننا نوضعوها في المقله، وكنشكلوها بالطابع ديال الحريشه بهذا الشكل. يعني نحاول اننا نضغطوا مزيان لان مازال عاد تنتفخ. يعني نفس الطريقه كنشكلوا بها باقي الكريات. يعني حريشات كيجيو فرديين رائعين وحلوين. نتمنى على الله انكم تجربوهم، لان كيجيو غزالين وفي نفس الوقت يعني يعطيونا كميه كبيره. نحاولوا نقصوا عليهم النار اللي تكون مهيله، يعني حتى يطيبوا من الجهتين بزوج. يعني نبقى نقلب فيهم من الجهات بجوج تيتحمروا مزيان. فإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تبارطاجيوه مع الحباب والصحاب ديالكم، كذلك توضعوا جيم الفيديو وتابوناو لو كنت اول مرة